حاجه اتفضلي. ومهمه جدا، اكيد ناس كتير عايزه تعرفها. دايما بيقولوا، بسمعها يعني من فنانين كتير، يقول لك لما بيكون قدامي ممثل معين بستمد منه طبعا. والاداء بيبقى خد وهات. طبعا. انت من صغرك وقفتي قدام كبار الرواد، الفنانين الرواد. ايوه. كنت بتحسي بايه ومين اداكي وعرفتي يعني حسيتي انك عايزه تجودي من كتر ما هو كان او هي كانت شخصيه قويه قدامك؟ طبعا عشان انا كنت بنت فاخر فاخر وهم كلهم زمايله، فكانوا فعلا عارفه ازاي لما حد بيمد ايده لبيبي صغير عشان يتسند عليه وهو ماشي محتضنينك. بالظبط، هم كانوا بيعملوا معايا كده. بيساعدوكي. كبروفا ولا اثناء؟ لا في الشغل يعني في من اول في بصة العين، في رياكشنه، في انه انا لو غلطت عادي جدا مفيش اي حاجه يعني. ده علمني ان انا اعمل كده دلوقتي مع الممثلين اللي لسه مبتدئين. يعني بص تلاقيه داخل بقى يقول لك لا ده انا لو غلطت ولا يهمك انا بغلط اكتر منك، يلا. لا وفي رهبه يا في. استاذه هاله، انا رايح امثل لاول مره قدام هاله فاخر. ما هو زي ما اروح انا اقف قدام رئيس الجمهوريه هيبقى في رهبه طبعا. فهو بيبقى عنده اللي هو يحتضنك وانت داخل عليه. غلطت مره واثنين وثلاثه، ايه المشكله؟ اغلط.